وفي مونديال 2005 اسبانيا طبعا كان المنافس مع ايطاليا في ربع النهائي هو الوصول لهذه النسخه الرابعه او المشاركه الرابعه للمنتخب المغربي. بدانا بانتصار كبير امام اسبانيا. هذه كره فرنسيه والصافره تاتي لتنصف الدفاع المغربي في هذه اللحظات. فؤاد الزواني اللي كان واحد من المسجلين في المباراه الماضيه. هذه الاعاده مره اخرى، ولن استغرب اذا كان فؤاد الزواني سيكون حاضر مع منتخب طارق السكيتيوي، المنتخب المغربي المحلي الذي سيشارك في الكأس العربية. وطبعا الفترة الماضية كانت فترة تحضير لطارق السكيتيوي، انتصار امام مصر وانتصار كذلك امام المنتخب الكويتي. تفصيلنا اسابيع قليله على انطلاق كاس العرب بقطر. كل التوفيق لطارق السكتي والمجموعه. والزواني على فكره كان مع المنتخب المحليين في الشان ومرتقب كذلك انه يتواجد في كاس العرب. لما لا لانه صراحه ما احوجنا لفؤاد الزواني واللي عايش مجموعه الشان، وممكن يكون احتمال يكون حاضر كذلك مع هذه المجموعه. الكره في وسط الميدان لعناصر المنتخب المغربي، عائده للخلف. اسماعيل بختي، مالي اسماعيل هنا تمشي ليانيس بن شاوش بتركيز عالي جدا، يمشي لطه مجني. طه نقله في وسط الميدان. جسيم يبحث عن الحل، جسيم يبحث عن الفجوه في وسط الميدان. شوف هنا متكتلين وحاضرين بقوه لاعبي المنتخب الفرنسي على مستوى وسط الميدان. توري وميسام وبورن وكذلك ميشال. هذه كره للامام تقطع بعد ذلك عثمان معمة في صراع مع بيوك. من دفاع المغرب عادت مرة أخرى. التحولات السريعة سنبحث عنها كثيرا، التحولات السريعة سنبحث عليها كثيرا. جسيم راوغ، جسيم عبر، مرر كرة لم تصل لعثمان. التغطية من بيوكو لم تصل لعثمان معمة. بيوكو مرة أخرى يستلم هذه الكرة، ينقلها بهذه الكيفية ناحية توري في وسط الميدان. تصل على الرواق الايسر. هذه متابعه من ميسام على الجهه اليسرى، محاولة المرور لكن فيها تغطية من نعيم يراقب تحركات اللاعب رقم 17 بورن. هذا واحد من اخطر اللاعبين في المنتخب الفرنسي. فيها مراوغة لكن لا وجود للخطأ. نعم العب واصل، لو منتصف الملعب تمشي مرة أخرى تحت الضغط الآن وإن كان صعب ولكن ينجح يانيس. برافو يانيس، الدفع من نعيم بايرز يرسل الكرة للمشاركة الرابعة للمنتخب المغربي. بدأنا بانتصار كبير أمام إسبانيا. هذه كرة فرنسية أضغط تأتي لتنصف الدقة. هذه الإعادة مرة أخرى. ولن أستغرب إذا كان فؤاد الزواني الميدان. هذا يعطيك فكره بان الصادق المنتخب الفرنسي دور على مستوى تنشيط النجوم، لكن ايضا دائما وابي يركز على هذه المساله. التوازن السريع سنبحث عليها كثيرا. جسيم راوغ، جسيم عبر، مرر كره يستلم هذه الكره، ينقلها وعدم ترك الحلول ناحيه اليسرى. المنتخب الفرنسي محصل دفاعاتنا تحت وسط الميدان وان كان صعب ولكن ينجح على مستوى الاطراف لانه من تابع اللقاءات الماضيه يرسل الكرة للأمام. فرنسا أقرب إلى كان يعتمد على الأطراف أكثر، كان يعتمد على العرضيات أكثر. وشوف كيف سجل المنتخب الفرنسي في اللقاء الماضي أمام النرويج من هدفي بوابري. يعني الكراجات خاصة من وسط الميدان اليسرى. لا نترك الفراغات على مستوى الأطراف، عدم ترك المجال للاعبين الفرنسيين في رفع الكرات. ولو أنه صراحة في المباريات السابقة المنتخب المغربي أظهر قوة وصلابة وكيفية قوية جدا في الالتحام، قوي جدا في الكرات العاليه. هذه الكرات العاليه وهي تلعب جدا مع اسماعيل باعوف وبختي حول المرور في خطا بايار، لان نعيم بايار مره اخرى ننتظر قوي جدا في الالتحامات وقوي جدا في الكرات العاليه. معمر تحت توري معمر. توري يتقدم يرفع الكره لكن في طه. تموضع ممتاز، التموضع كان ممتاز اللاعب لانه محور الهجمات بور رقم 17. كره مغربيه الان فيها غايبه لكن تحس بانه ممكن في اي لحظه يجي هذا التمرير. روعه ياسر قويه بعد نعم بطوله العالم
للشباب منذ ما يزيد. بيوكو في المساندة، جسيم يراقب، جسيم يتابع، جسيم هنا مع بيوكو، برافو، مرفوعة في القائمة الثانية الرأسية والتغطية بعد ذلك. الكرات الثابتة أيضا يجب أن نبقى مركزين فيها. هذه الإعادة مرة أخرى قبل أن يأتي الدور على يانيس بن الشام. زواني في مسك نعم. إخراج الكرت الأصفر في لقطة نعم تقدم فيها فؤاد الزواني. إعاقة ياسين خليفي، يلا ياسين يرفع مقوسة بعد ذلك مرة أخرى. هذه الإعادة مرة أخرى في اللقطة الماضية. جسيم الصراع الآن في كرات رأسية، الرأسية ممكن لا زالت هنا بقدم جسيم بالراس إلى منطقة الجزاء لأن هناك طلب. تعال المنادات نعم في لقطة مرت سريعة. هنا الإعادة كرة من بورن. هذه الإعادة جسيم يرفعها وبورن في مسك واضح. اللاعب الفرنسي هنا كان دفع نعم في حق اسماعيل باؤوف. شوف اسماعيل باؤوف إذا ضربة جزاء نعم. إذا عثمان معمة وحسام الصادق ومن أيضا هنا في مونديال الشيلي، هنا في السبر يتقدم. عثمان لكن الكرة إلى رمية جانبية لفائدة الباء متأخر وفي بعض الأحيان بدفاع متقدم بعض الشيء إلى الوسط. بلوك ميديوم وبلوك با هذا الشيء متوازن أمام الهجمات الفرنسية. منتخب فرنسا بالإنذارات وبالتالي يلعب أكثر. لاحظنا بأن المنتخب الفرنسي تجديد ماضي اسماء اللي تم إدخالها. هذه كرة على الجهة اليمنى عناصر تجديد ماضي الآن يدخل. هذه كرة انطلاقة من دابو يحاول المرور. دابو بعد ذلك مصطفى دابو يرفع الكرة. نعم تأتي المساندة في نهاية المطاف. لدينا باير يطلبها محمد طلق، محمد توغل، محمد تقدم، محمد عبر. كرة لمجني، مرور جميل، مجني يلعب في المنتصف. فالزبتة ذكية مليمترية. محمد داخل منطقة جزاء، محمد العرضية رائع مقابل جسيم من البداية، رائع طريقة خروج الكرة والتدرج في بناء الهجمة. جسيم هيئة إلى عثمان معمة لكن ردة فعل. راجعة فرنسية الآن من الجهة اليسرى. اللمسة والحضور بيد الكيفية، التمريرة، التغطية من طه المنتخب الفرنسي. اللمسة بعد ذلك التحول السريع الآن، الزيادة العددية الآن، التقدم الآن. ياسر ويزيد يدعم هذه الفكرة، هذه العرضية مر على مجني، زالت التسديد الآن سيجد نفسه في تحدي مع تجديد. زبيري يسقط يفقد التوازن. صادق يحفر. شوف كيف مر هنا في كرة عرضية وبعد ذلك جاءت التسديد عن طريق ميسام بن عما لكن في البطل في الصراع مع المجني. يلا يا مجني نثق فيك يا مجني، ناثق فيك يا طه. مع مرور الوقت درب عثمان ويساند والكرة تمر وبرافو يا مجني، برافو يا مجني. وبعد الحكم معلن عن ضربة مرمى. شفنا ردة فعل مجني كيف كانت. يراقب من طرف الزواني، لا يمر يا الزواني. عودة لبيوكو، اللمسة والتحضير بهذه الكيفية. دابو الآن يحاول يرفع كرة. ميسام على القائم الثاني لكن سهلة بعد ذلك تصل إلى غطى بشكل ممتاز وقطع الكرة على دابو. ممتاز زواني. كرة في وسط الميدان، واضح الفرنسي الآن الأخرى. دابو يحاول، عرضية ولكن فيها تغطية، هدوء. يانيس يشتت كرة، يانيس لاحظ معي دابو الطريقة اللي مرر بها الكرة لكن عود خروج بالكرة. واللاعب اللي ممكن يعطيك تمريرات طويلة. شوط وربع ساعة أخرى. بيوكو زواني يراقب، زواني يغلق المجال. يلعب لميسام. دابو يدخل لمنطقة دابو
تأخر مجني بعض الشيء، تأخر مجني في راصد تحرك اللاعب ميشال وحتى باعوف هنا في نهاية كبير قام بإضابه في الجهة اليمنى بهذه الكيفية. توري ودابو استلم الكرة، كان في وضعية سليمة. هيا العرضية تأخر في المسؤولية مشتركة في الهدف، الكل من الزواني ترك له المجال، ثم باعوف، ثم إذا عندك يا توري على الطرف الأيسر، مرفوعة الكرة داخل المنطقة يحقق. شوف الإعادة، هذه الكرة في العمق بينية في اتجاه ميشال، يخرج الوحش يانيس بن شاوش وبالتدبير بكامل الهدوء والتركيز. دونه في إصابة بالنسبة لي يانيس بن شاوش، هذا هو البديل الثاني الذي أتوقع من محمد وائل. ومسعودي كأن ياسر الزابير يقول الآن واضح أنه الإصابة بالغة بالنسبة ليانيس بن شاوش. اصطدام مع مهاجم ميشال، كان في صراع مع ميشال. هذه هذا للقطة الهدف. هذا يشوف دابو نعمل مراوغة مع الأسف مصابا. عمل بطولي صراحة يستحق كثير مهمة. التصدي الأول يكون مهم يا إبراهيم. خطأ هنا في مكان صعب، واصل الكرة لبيوكو، حاول يتقدم أكثر، تجاوزت الخط. عادتها بهذه الطريقة مرة أخرى على الجهة اليمنى. المراوغة العرضية، باعوف مغربي على العودة بهذا الشكل. هذه الإعادة، الصراع بين بيوكو بدنيا، بيوكو في مواجهته للحداد الحكم. إذا تلعب الضربة الحرة الجانبية، مرفوعة الكرة لكن أصبحنا ندافع أكثر. الضغط من جسيم في خطأ يا جسيم. هذه الإعادة مرة أخرى. أداء اللي يشوف فرنسا اليوم يتفاجأ لأداء في المباريات السابقة. أحسن مباراة تقوم بها الدور الأول غير مقنع. فرنسا في الدور الأول منتخب تعيس بئيس بهذه العبارة. هذه الفرصة عثمان معمة، السلام الآن في وضعية ممتازة، ثم بعد ذلك هل يدار الهجوم المغربي الآن؟ معمة ماذا سيفعل الآن؟ معمة يدخل، العرضية غير معقولة. سلام، ذكاء كبير من طرف عثمان معمة، لكن هنا أمام جسيم بالراس لا زالت مغربية. كنا قريبين من التسجيل في لمسة يد. عادي مرة أخرى الكرة الماضية من جانب اللاعب اسماعيل بختي. الحكم يطلب هنا وببطاقة خضراء المرة الثانية. هل كان في لمسة يد أم لا؟ إذا الحكم سيذهب لمشاهدة اللقطة، لأنه شفنا اللاعبين طلبوا بوجود لمسة يد داخل منطقة تراكتة. هنا يعني من هذه الزاوية غير اليد المرفوعة. هنا لمسة اليد. الآن في نقاش. هذه الإعادة مرة أخرى. هذا مرة أخرى. عموما إذا لا يعرف كرة حذري من التسديد. توصل على الجهة اليسرى. بيرمون في مواجهة طه إلى الركنية.